في الفيديو اللي فات اتعرفنا على مجموعتنا الشمسية اللي هي جزء من مجرة درب التبانة أو الميلكي واي، وبتتكون من الشمس و8 كواكب منهم كوكب الأرض اللي احنا عايشين عليه. طب عمرك فكرت ايه المميز في كوكب الأرض عن بقية الكواكب؟ اشمعنى احنا عايشين عليه مش على كوكب تاني؟ تعال نتعرف على كواكب المجموعة الشمسية ونعرف ايه الفرق بينهم. كواكب المجموعة الشمسية متقسمة لمجموعتين من الكواكب. واحد، كواكب صغيرة وقريبة للشمس اسمها كواكب داخلية اللي هم عطارد، الزهرة، الأرض والمريخ. 2، كواكب خارجية دي أكبر وأبعد عن الشمس اللي هم المشتري، زحل، أورانوس ونبتون. الكواكب الخارجية كثافتها قليلة، حوالي من 7/10 ل 1.3 جرام في السنتيمتر مكعب، وده لأنها بتتكون من كمية كبيرة جدا من الغازات زي الهيدروجين والهيليوم. أما مركزها فبيتكون من مواد صلبة. طب إزاي مركزها صلب وحواليها غازات؟ عشان تفهم ده افتكر لما تنزل البحر أو البسين وتغطس تحت قوي، بتحس بضغط شديد على ودانك وعلى عينيك، وكل ما هتنزل تحت أكتر كل ما إحساس الضغط ده هيزيد. ليه؟ لأن كمية المية فوقيك زادت فضغطت على جسمك أكتر. نفس الكلام ده بيحصل في مركز الأرض. تخيل لو نزلنا لمركز الأرض، الضغط هيبقى كبير قوي لأن كل الصخور والجبال والبحار والمحيطات هتضغط بوزنها عليك. أما الكواكب الكبيرة زي المشتري، الضغط في مركزها بيبقى أضعاف الضغط في مركز الأرض. اللي بيحصل بقى إن الضغط العالي وكمان البرودة على الكواكب دي لأنها بعيدة عن الشمس، كل ده بيخلي الغازات اللي على الكوكب ما تبقاش غازات شبه بخار المية، لا، بتتحول لسائل، وجوه خالص وبتتحول لصلب كمان. وعشان معظم مكونات الكواكب الخارجية بيبقى من الغازات، ده خلى سطحها مش جامد. عشان كده منطقي ان محدش ينفع يقف عليها، وده اول سبب يخلينا ما نقدرش نعيش عليها. على عكسها بقى الكواكب الداخلية اللي بتبقى اتقل علشان متكونة من صخور ومعادن تقيلة، فكثافتها بتبقى كبيرة من 3.3 ل 5.5 جرام في السنتيمتر مكعب، ونسبة الغازات حواليها اقل، وده اللي مخليك عارف تقف دلوقتي على سطح الأرض عشان هو صلب. في حاجة مهمة جدا لازم تبقى موجودة في الكوكب علشان ينفع نعيش عليه، هو الغلاف الجوي. الغلاف الجوي يعني طبقة من الغازات بتبقى موجودة حوالين الكوكب، ونقدر نقول إن بالنسبة لكوكب زي الأرض فالغلاف الجوي من أهم الأسباب اللي مخليانا قادرين نعيش عليه، لأنه بيحمينا من الأشعة الضارة اللي بتوصلنا من الشمس. الكواكب الداخلية كلها عندها غلاف جوي ما عدا عطارد أو ميركوري. الغلاف الجوي بتاعه رفيع جدا كأنه ما عندوش غلاف جوي أصلا. بقية الكواكب غلافها الجوي بيتكون أساسا من نيتروجين وثاني أكسيد الكربون، يعني ما فيهاش أكسجين، وده سبب من الأسباب اللي بيخلينا ما نقدرش نعيش عليها. أما مجموعة الكواكب الخارجية فبنلاقي الغلاف الجوي بتاعها شكله هايج ومغيم أغلب الوقت، وزي ما قلنا بتتكون في معظمها من غازات زي الهيدروجين والهيليوم، يعني برضو ما فيهاش أكسجين، فما نقدرش نعيش عليها. زي ما عرفنا في الفيديو اللي فات، كواكب المجموعة الخارجية حجمها كبير وعندها مجال جاذبية قوي، عشان كده قدرت تشد أقمار كتير ليها وخلتهم يلفوا حواليها زي ما هي بتلف حوالين الشمس، فبقى عندها أكتر من قمر. أما الكواكب الداخلية اللي البرنس اللي مسيطر فيها اللي هو المريخ يوم ما اتنطط بقى عنده قمرين بس، والأرض بقى لها قمر واحد، وفضل الزهرة وعطارد من غير أي أقمار خالص. كل ده يخلينا نفكر إن حتى مع الكون الواسع حوالينا ووجود كل الكواكب المختلفة في صفاتها دي، يفضل الأرض أكتر كوكب مناسب عشان نعرف نعيش عليه بسبب سطحه الصلب ووجود الغلاف الجوي. بس تفتكر إيه الحاجات التانية اللي تخلي الأرض أحسن مكان نعيش عليه؟ فكر وقول لنا إجابتك في التعليقات. بعد ما عرفنا كواكب المجموعة الشمسية والأقمار بتاعتها، تقدر تعمل بإيدك نموذج للمجموعة الشمسية بأي أدوات متاحة عندك؟ صور لنا اللي عملته وقول لنا إيه الأدوات على الهاشتاج ده، وحط لنا الصورة في التعليقات على الموقع بتاعنا.